ازيكم عاملين ايه؟ التليفون اللي معانا النهارده بصراحة هو انا اتأخرت على مراجعته بس عادي يعني مش مشكلة طبعا. لازم اعمل له مراجعة اكيد لان مفيش موبايل ما ينفعش اعمل له مراجعة. انا عارف في موبايلات نزيهة كتير بس مهم. وغير كده اصلا مفيش موبايلات جديدة. انا في اخر السنة يابا ومفيش موبايلات جديدة. المهم يعني خلينا نتكلم ونروح نتكلم عن مميزات وعيوب الريلمي 7 اي وهو يستحق الاشتراء ولا لا من الاخر يعني. تشتريه ولا ما تشتروش؟ بصراحة هقول لكم في الاخر يلا. عندنا الموبايل بيجي من بلاستيك كما معتاد من شركة من ريلمي يعني شاومي إيه بس. ريلمي مع وزن 188 جرام وتخانة 8.9 ملم. موجود بصمة خلفية في ظهر التليفون والبصمة سريعة يا جدعان. اوه ماي جاد. ايه ده؟ ايه العبيط اللي بقى؟ ودعم خاصية الفيس انلوك. وبيدعم التليفون شريحتين اتصال من نوع نانو سيم كارد مع دعمهم للجيل لحد الجيل الرابع. بالإضافة لدعم التليفون لزيادة مساحة التخزين عن طريق كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت. كمان بيدعم منفذ 3.5 الخاص بسماعات الأذن. بصوا بقى الشاشة. فالشاشة هنا فيها حاجات حلوة وحاجات وحشة. يعني شاشة مش كاملة من الآخر. فعندنا شاشة بتيجي على شكل الثقب من نوع الاي بي اس ال سي دي معروفة يعني. مش هتلاقي عملت صعبة شوية. موبايل سامسونج بس. بمساحة 6.5 انش بجودة ال اتش دي بلس. ما شاء الله عليكم يا ريلمي. قهرتوا يعني. السعر هتلاقي تليفونات احلى بكتير في نفس الفئة السعرية دي. ففي الموضوع ده لا. بدقة 720 في 1600 بكسل وعندك كثافة بكسلات 270 بكسل لكل انش وبتدعم الشاشة الأبعاد العرض بنسبة 20 إلى 9. موجود طبقة حماية من نوع جرين جلولا جلاس. كمان الشاشة ما قالتلناش هي ايه طبقة الحماية موجودة هنا. فماشي. بالإضافة لدعم الشاشة معدل التردد اللي هو 90 هرتز ودي حاجة كويسة اللي في 90 هرتز بس ليه تخلوها اتش دي بلس يعني دون فول اتش دي. طب ما ممكن احاول اروح اجيب ريلمي 6 برو مثلا ولا ما فاكر حاجه. ريلمي 6 تقريبا ايوه ريلمي 6. اروح اشتري احاول اشوفه ب 4000 جنيه ولا اي حاجه واشتريه احسن. وصرحت الشركه ان بتحتل الشاشه بنسبه 90% من الواجهه الاماميه. وكمان الشاشه بتدعم الاي كومفورت اللي هو الحفاظ على عينك اثناء استخدام التليفون لفترات طويله خلال اليوم يعني. والتليفون بيتوفر بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا من نوع اليو اف اس 2.1 مع ذاكرة شوية بسعة 8 جيجا رام من نوع ال بي دي دي ار 4 اكس. دي حاجة كويسة جدا. الأداء. فالمعالج هنا بيجي من شركة كوالكوم بصراحة يعني ايه. سناب دراجون 662 تكنولوجيا ال 11 نانو ومعالج رسومي من نوع ادرينو 610. يعني ايه ده؟ ده في تليفون نازل ب 2000 وحاجة ولا 2800 جنيه من شركة شاومي اخر الشهر اللي هو البوكو ام 3 في حاجات احسن كمان بنفس المعالج. ايه ده بنص سعرك. المهم يعني مع معالج رسوم من نوع الادرينو 610 كمان بيدعم تحسين الاداء عن طريق الجيم سبيس تعزيز اداء التليفون اثناء اللعب يعني. فالمعالج ده برضو كان موجود مسبقا في هاتف قديم اللي هو الشاومي ريدمي نوت 8. فماشي يا شاومي. ماشي يا ريمي سوري يعني شاومي لازقه في بقي قوي. المهم التليفون ده بيجي نظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهه ريلمي يو اي 1.0. بصراحه عشان ما اكذبش ريلمي يو اي 1.0 البلوتوث هنا كمان بيجي باصدار لل 5.0. والكاميرا الاماميه هنا بدقه 16 ميجا بكسل في عدسه 2.1 مستشعر من نوع سوني اي ام اكس 471. والكاميرا الخلفيه بارزه شويه عن ظهر التليفون بس كويسه. تيجي رباعيه. الاولى بدقه 64 ميجا بكسل في عدسه 1.8 ودي اكيد الاساسيه. والتانية بدقة 8 ميجا بكسل فعدسة 2.3 ودي اللي عمل التصوير الواسع اللي هو الالترا وايد. وعن الكاميرا التالتة والرابعة الاتنين بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 واحدة خاصة للعمل الميكرو والتانية خاصة اللي هو العزل والبورتريه بالإضافة لوجود طبعا فلاش أحادي من نوع ليد. وتصوير الفيديوهات هنا في التليفون بيدعم لغاية دقة الفول اتش دي بجودة 1080 معدل التقاط 30 إطار في الثانية مفيش 60 30 بس. كمان حاجة كويسة هنا يعني حاجة كويسة موجودة في التليفون إن هو بيدعم تثبيت الفيديوهات عن طريق اللي هو اليو اي اس ماكس فيديو ستابيلايزيشن. دي حاجة كويسة اللي هي موجودة هنا في التليفون. البطارية هنا بسعة 5000 ملي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط عبر منفذ يو اس بي من نوع تايب سي مع دعمه كمان خاصية الاوتو جي. والتليفون هنا بيتوفر باللون الأخضر واللون الأزرق وسعر التليفون 4000 جنيه النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام. بصراحة تسعير التليفون في ريلمي مش عارف أنا مالهم
كانوا زمان حلوين وبينافسوا جامد شاومي، مش عارف مرة واحدة اتقلبوا في الأسعار. فالسعر ده للتليفون ده في حاجات أحسن يعني. بصوا بقى تشتروا موبايل ولا لأ، فأقول لكم أنا بالنسبة لي في نفس الفئة السعرية دي في موبايل أحسن من الحاجات دي. زي مثلا عندكم البوكو اكس 3 ان اف سي، شوفوا مراجعته هسيبها لكم في الاي، فهو احسن بكتير في حاجات تانية كتير، فشوفوا مراجعته هتعرفوا مين احسن. وبس كده نكون خلصنا مراجعة الموبايل النهاردة. وقبل ما تمشوا سبسكرايب 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 سبسكرايب، كمان ما تنسوش تحطوا اللايك. لو عجبكم الفيديو طبعا يعني اكيد مش هحط اللايك غصب عنكم، بس انتوا بتدعموني لما تحطوا اللايك. ولو عايزين طبعا استفسار عن اي حاجة تحت في الكومنتات. يلا سلام.